تريدين انت انه اسوي لك عرس وهاي ومهر وها؟ اي والله. انت كذاب. انا ليش ما قلت هذا قبل؟ ليش ما صار تريد المهر هيك؟ ليش؟ اي قرآن وحجة البيت الله. لا انا فكرت هذا هيك، يعني دائما كل واحد يجيب بس القرآن وهذا. انا ما كان اعرف المهر الذهب وهذول الشغلات. جذبت علي يا هشام والله. هذا اول شيء، والقرآن لا تحكين هذا حرام. تعرفين كل رسالة حبيبي ايش بدري انت بتعرفين؟ ايه انت ايش مدري انت؟ انا كان اعرف كل شوي يعني هذول الشغلات. يعني دا تحسين نفسك انتي؟ ايه والله انضحك عليك انت يعني؟ شايفت انا ما بعرف ولا شيء، وبعدين قال اوكي تمام. بدل المهر الذهب العرس وكل شيء. حبيبي انا وياك تزوجنا عن حب، يعني هاي الاشكاليات عادي. خلي هذا الحب بغير مكان، بس هذا العادات والتقاليد حبيبي. ما تقولين انت دايما عادات وما بعرف شو. عادات مو موبايل، هو عادات وتقاليد ما بعرف شو اسمه. ايه انت نسيت هذول حبيبي؟ سبحان الله. لا ما نسيت. اذا ما نسيت ليش ما جايب ذهب؟ يعني هسه انت صار همك وكله انه تريدين مهر وذهب مو؟ اكيد. انا شنو بكره؟ لا حشاك يا عمري. تدللين ليش بس انتظريني شوي. 3 سنين صار، مش قد بعد انتظر. بس انا حبيبي تزوجت اوروبيه على مود هاي المواضيع. انا ما زوجت اوروبيه مثل هذول الاوروبيه. تعرفين بالبانيا ماكو؟ اكو. شنو ولا بالبانيا زين؟ في نفس الشيء، المهر، هديه مال العروسه، عرس، كل شيء مثلكم. بس ماكو هذا المهر. مثلا مرة يقول بدي 10,000 وما بعرف شنو هذولا. ايه بس انا زوجت واحد عراقي. واحد عراقي وتريدين المهر؟ اكيد حبيبي احنا عندنا بالعراق ماكو هيك شيء. انت اخذني بلاش يعني. لا حبيبي والله مو على مسألة. وتقولين والله ما عندي حظ. شو تريد بعد؟ لا حبيبي والله العظيم مو قصدي ببلاش تاخذين عيوني. ايه حبيبي فلاوات.